لسه راجع من الاستاد والحمد لله الحمد لله الحمد لله راجعين مجبورين الخاطر. شوفوا الفيديو ده اتصورت وانا راجع في الطريق، بعد كده نرجع نكمل. احنا كسبنا الماتش، كسبنا الزمالك، والانسان راجع مروح على البيت وهو مبسوط. الحمد لله. الواحد بقاله كام ماتش كده بيروح وبيرجع مش مبسوط، بيرجع متنكد. الحمد لله راجعين مبسوطين، فرحة مختلفة. وكمان علشان احنا نستحق ده، عشان احنا نستحق النهارده ان احنا نكسب، وعشان شفنا النهارده لعيبه صافيه لبعض، وشفنا النهارده يعني لعيبه بتلعب بالروح بتاعه التيشيرت بتاعه الاهلي. اروح ان شاء الله اكمل لكم الحلقه، بس الجزء ده لازم يتضاف. ان شاء الله اروح اقعد واكمل بقيه الحلقه. مبروك لكل جماهير الاهلي، مبروك لينا، مبروك لينا، مبروك لينا. الحمد لله. بعد ما شفتوا الفيديو يا جماعة، فكرة الفرحة اللي هو جاية كمان، مش اللي هو انت كسبت وخلاص، لا انت كسبت واداك حلو وتستحق ان انت كنت تكسب. كنت ازعل جدا لو احنا خسرنا او تعادلنا الماتش ده، لان احنا كنا نستحق. فالفكرة اللي هو كانت لازم الكورة تجيلك، لازم، لان انت عملت كل حاجة يعتبر. فهي ديت الفكرة. هتكلم في كام حاجة. أنا طبعا تشجيع وكده، فأنا ما شفتش الماتش بتمعن زي التلفزيون. بتفرج عليه تاني إن شاء الله، واتفرج عليه بقى بمزاج كده، ونتكلم بقى على التحليل وكل حاجة. بس في كده كام حاجة عايز أتكلم عليها، وهي إن فكرة إن أنت بتلعب بالروح بتاعة الأهلي والشخصية النهاردة، هي دي كانت أهم حاجة. قبل الماتش كتبت بوست كده على الصفحة، كتبت ان هو يعني انا اللي انا طالبه من اللعيبه ان هم ينزلوا بيلعبوا بروحهم، بيطلعوا ال 200%، بيدافعوا عن الاهلي، بيدافعوا عن التيشيرت اللي هم لابسينه. ودوت فعلا حصل النهارده، دوت فعلا كان موجود. ديت كانت اكتر حاجه عجباني. كان في سلكان بين اللعيبه. شفت كام لقطه كده في الماتش بعد ما الماتش انتهى وانا راجع في المواصلات. لقطه بتاعت دي شفتها في الملعب، اللي هي بتاعت حسين الشحات وهو ماسك التيشيرت بتاع تريزيجيه ورفعه. مش اي حد بيعمل الحاجات ديت. هنيجي لحسين الشحات دلوقتي. شفت لقطة تانية لبن شرقي. لقطة بن شرقي ديت يا جماعة، اللي هي شال فيها الكورة. بن شرقي السيزون اللي فات في الجون اللي دخل فينا، كان الهدف جاي من تغطية غلط من ناحيته، وكان تقريبا كان معاه كمان كوكا. فالنهارده بن شرقي بيشيل واحدة هي بالظبط. شوف راجع لغاية فين في الدقايق الأخيرة، وشال واحدة كانت جون مليون في المية، مليون في المية كانت جون. ف- فبن شرقي، وبن شرقي في حته ضربه الجزاء لما قال للحكم دي هي ديت، وروح شوفها في الفار، وراح شافها. وبن شرقي واحنا بنحتفل بالجون بتاع تريزيجيه، وبن شرقي بينط فوق فوق تريزيجيه وفوق اللعيبه وهو بينط، وفرحته ديت. ما انت الفكره كلها، انت عندك لعيبه وعندك كواليتي كويس، واللي هو ايه اللي حصل اللي هو الفتره اللي فاتت، وان اللعيبه مش هي وان الدنيا مش هي. في ماتش النهارده ده اللي انا حاسه وشايفه ان الموضوع اختلف. اللعيبه فعلا كانت بتلعب بروح. ياسين مرعي وياسر ابراهيم كانوا نجوم النهارده، كانوا نجوم بمعنى الكلمه. حسين الشحات يا جماعه، حسين الشحات، يعني انا عايز اشكر حسين الشحات. طب خلي حسين الشحات الاخير عشان اختم بيه، انا مش هطول الحلقه، يعني ممكن بكره نبقى نطلع نتكلم ونطول زي ما احنا عايزين. بس حته تريزيجيه، انا اتفرجت من الملعب. انا اكتر لاعب شفته ما يهمتش طول المباراه رايح من اليمين من الشمال وبيحاول كان تريزيجيه. ما اعرفش اللي انتوا شفتوه في التلفزيون كان ايه، بس دوت اللي انا شفته. انا كنت كل ما عيني تيجي على حد معاه الكوره وبيطلبها وبيروح وبيحاول كان تريزيجيه. نيجي لاخر حاجه عايز اختم بيها، حسين الشحات. يا جماعه حسين الشحات، فكره ان انا كمصطفى، في ناس ما بتحبش حسين الشحات، فكره ان انا كمصطفى مثلا ان انا اكره حسين الشحات، ديت ما بتحصلش. ان حسين الشحات انا بشوفه ان هو يعرف اللي هو جيل تريكا وبركات وعماد متعب وعصام الحضري والجو ده. انا بشوف ان الجيل الاهلي ده متكون من علي معلول والشناوي وحسين الشحات وعمرو السولية مليون في المية معاهم. الأربعة دول، عارف اللي هم يعني باختلاف كل واحد بيرتبهم ازاي. طبعا علي معلول في المقام الأول، بس حسين الشحات بالنسبة لي لعيب. اقعد على الدكة بيقعد. في لعيبه جديده بتيجي بتاخد اعلى منه، ما بيطالبش بحاجه، بيضيع او بيعمل اي حاجه لجمهور الاهلي تغضبه الجمهور ينتقده، ساكت. ما بينفعلش مع الجمهور، ما بيغلطش في حقهم. رغم ان احنا شفنا لعيبه تانية كهربا وامثال لعيبه تانية زي الشناوي اللي هو كابتن الفريق، وزي تريزيجيه لما قال لنا وش بعد كده رجع قال لنا مش وش وبتاع، مش ليكو.
فالفكرة ان حسين الشحات ده مهما الواحد انتقده عمره ما طلع رد، مهما الواحد جاب سيرته بأي حاجة عمره ما طلع رد. ناهيك بقى عن كده، انا بشوف ان حسين الشحات ده اصلا احرف وينج من وجهة نظر انا بعد بركات جه في الحقبة اللي احنا فيها دي. وينج باستمرارية، استمرارية هنا انا اقصدها عدد الاهداف والاسيستات اللي حسين الشحات عملها من ساعة ما دخل 2019. انا اتحدى ان في حد عمل اسيستات واهداف اعلى من حسين الشحات من 2019 لغاية النهاردة. كأرقام أنا بالنسبة لي قلتها لواحد صاحبي، شوف مش زيزو عندنا في الفريق والبوم طخ وبتاع، قلتها لصاحبي من زمان جدا من قيمة سنتين، وقلتها له من سنة، قلتها له تاني في فترة إن زيزو جاي ومش جاي، وقلتها له بعد ما زيزو جه. قلت له أنا كمصطفى عن نفسي أنا دايما بميل للوينج الحريف، الوينج المهاري، الوينج اللي عنده الحتة اللي هو ممكن يعدي. يعني أنا ما بميلش خالص الوينج بتاع طاهر، لأن أنا ما بشوفش في طاهر أي ميزة خالص، ولا مقتنع بحوار البدني ده، ولا مقتنع بأي حاجة في طاهر محمد طاهر. بس انا مقتنع جدا ببن شرقي. بن شرقي عكس تريزيجيه، تريزيجيه في الواحد على واحد مش هيعملها لك، بن شرقي يعملها، حسين الشحات يعملها، زيزو ما يعملهاش. فانا كنت دايما طول الفتره اللي فاتت ديت لما حد كان بيجي يقول لي زيزو ولا حسين الشحات، كنت بقول ان زيزو لاعب كويس جدا، هو اهم لاعب في الزمالك، وكارقام واسيستات كل حاجه كمان عنه، وزيزو بدنيا كويس جدا، زيزو اعلى اللعيبه البدنيه في مصر كلها. انما لما كنت بتكلم على فكره المهاره والوينج اللي انا كمصطفى بميل ليه في مليون في المية كان حسين الشحات. حسين الشحات اللي دايما الناس بتنتقده وما بتديلوش حقه، حسين الشحات اللي دايما متبروز في صورة اللي هو موضوع الشيبي، رغم ان كلنا بنغلط، كلنا بنغلط عادي. الراجل طلع واتأسف واعتذر واللي هو ما اتكلمش في الموضوع تاني، والراجل طول ما هو موجود في مصر هنا هو ملتزم فعلا، هو من اللعيبة الملتزمة وعلى خلق بمعنى الكلمة. فلا هو اتبرز في حتة بقت وحشة جدا مع الجمهور، وبقى في جمهور لينا بينتقده أكتر من الجمهور بتاع الفرق المنافسة. مش هقول أكتر من كده، أنا سعيد بعودة الروح، سعيد بعودة إن اللعيبة كانت النهاردة بتدافع عن الأهلي بمعنى كلمة الأهلي. اللعيبة النهاردة كانت عايز تثبت لنفسها حاجة وتثبت لنا حاجة. اللعيبة كانت كويسة جدا النهاردة ويستاهلوا الفوز، وكنا حرام إن إحنا نخرج تعادل أو نخرج خسرانين. الحمد لله، الحمد لله جدا. شكرا للعيبة الرجالة، شكرا إن هم كانوا قدها. شكرا لعماد النحاس، شكرا والله العظيم لعماد النحاس. كنت عايز اتكلم في الموضوع ده، وبالمناسبة عماد النحاس شفت له فيديو كده كان اكيد انتشر واكيد شفتوه. كان الجمهور لما جراديشار خرج الماتش اللي فات الجمهور كان بينتقد اللي هو كان قاعد في المقصورة، فحسين شحات عماد النحاس يعني صعب عليا، وراح اللي هو بيقول كده اللي هو يا جماعة مصاب، والله العظيم مصاب. الراجل دوت اللقطة دي تبين لك قد ايه هو مضغوط وقد ايه الموضوع عليه صعب، وده طبيعي، هو إمكانيات الراجل كده، فهو بيلعب بإمكانياته. أكيد أنت لما النادي الأهلي يجي يقول لك تعالى درب أكيد مش تقول له لأ، فهو جه سمع الكلام. فالفكرة إن أنت ككابتن عماد النحاس أنا مش عارف أنتقده، مش عارف خلاص اللي هو بعد اللقطة ديت خلاص كل حاجة بالنسبة لي اللي هو يا جماعة الراجل ده مضغوط كتير جدا. الناس اللي معاه جت في وقت صعب، جت في وقت صعب جدا، كابتن عادل مصطفى وكابتن وليد صلاح الدين. فالناس ديت لغاية دلوقتي ناجحة وعرفوا يلموا الفرقة، وظهر ده أوي النهاردة، فشابوه ليهم. شكرا لكابتن عماد النحاس على الفترة ديت، لأن لازم مدير فني أجنبي، ولازم يكون فيه محترم، مدرب شخصية محترمة، ومدرب عنده فكر، ومدرب بيطور اللعيبة، مدرب يعرف يدير مؤسسة بحجم الأهلي. وكل الشكر للعيبة النهاردة، ولازم لنا يا جماعة، لازم لنا عشان حرام والله بجد، لازم لنا تدعيمات في يناير بجد عشان نعرف نكمل في أفريقيا ونعرف نكمل في الدوري. لازم لنا باك شمال، ولازم لنا باك يمين، ولازم لنا اللهم صل على سيدنا محمد مهاجم، لازم مهاجم. النهارده انت بتلعب بمحمد شريف للأسف، وطول المباراة هو ما فيش محمد شريف، ولازم طاهر يمشي من النادي وهو محمد هاني. الحمد لله، الحمد لله على المكسب، مش طالع اكتر من كده. لسه راجع، اخش بقى فوق كل حاجة، نقعد كده نشوف الناس، ننزل لكم الحلقة ديت. شكرا يا جماعة لو وصلت لغاية هنا، ألف مبروك للنادي الأهلي، واعذروني على صوتي اللي رايح. السلام عليكم.